قبل إلهام شاهين فنانة رفضنا الأمومة. بتحلم كتير من السيدات باليوم اللي تصبح فيه أم، إلا إن كتير من النجمات رفضنا خوض تجربة الأمومة، إما خوف من المسؤولية أو خوف من فقدان جمالهم وجاذبيتهم أمام الكاميرا، وبالتالي عاشوا حياتهم بدون أبناء. إلهام شاهين من الفنانات اللاتي رفضنا الأمومة. اعترفت الفنانة إلهام شاهين إنها تخلت عن رغبتها في الأمومة، مش من أجل الفن ولكن علشان ما تنجبش أطفال من زيجات تعيسة. وصرحت إلهام شاهين إنها فكرت في التبني، إلا إنها عدلت عن قرارها خوفاً من المسؤولية. نبيلة عبيد رفضت الأمومة. صرحت الفنانة نبيلة عبيد إنها رفضت الأمومة باختيارها، وده خوفاً من زيادة وزنها. وفي إحدى اللقاءات التلفزيونية قالت إنها بتقف على الميزان باستمرار لمراقبة وزنها. تخلت سناء جميلة عن الأمومة بسبب تعلقها الشديد بالفن. وذكرت الفنانة سناء جميلة عن سبب تخليها عن الأمومة بسبب ظروف المعيشة الصعبة. رفضت كوكب الشرق أم كلثوم الأمومة بسبب اهتمامها بمشوارها الفني وأغانيها اللي اشتهرت في جميع أنحاء الوطن العربي. كما تخلت الفنانة شادية دلوعة الشاشة ولبلبة وليلى علوي وسعاد حسني وتحية كاريوكا عن فكرة الإنجاب.